السلام عليكم طلاب الصف الأول ابتدائي. مادتنا لهذا اليوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية. درسنا هو الدرس 12، العنوان سورة العصر للحفظ والشرح. يلا نبدي نقرأ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. وهسه طلاب راح أعيدها وأريدكم تقرون وياي. يلا نبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. وهسه طلاب نبدي بمعاني الكلمات للحفظ. طبعا العصر معناها الدهر. العصر معناها الدهر. لفي خسر معناها لفي خسران وضلال. لفي خسر معناها لفي خسران وضلال. تواصوا معناها أوصى بعضهم بعضا. تواصوا معناها أوصى بعضهم بعضا. وهسه طلاب وصلنا الشرح. يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر أن من يبتعد من الحق ويتبع الشيطان هو إنسان خاسر. يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر أن من يبتعد من الحق ويتبع الشيطان هو إنسان خاسر. ولا يخسر الإنسان المؤمن بالله والذي يقوم بأعمال الخير ويساعد الآخرين وينصحهم ويوصيهم باتباع الحق والصبر على الشدائد. ولا يخسر الإنسان المؤمن بالله والذي يقوم بأعمال الخير ويساعد الآخرين وينصحهم ويوصيهم باتباع الحق والصبر على الشدائد. وهسه حبايبي طلاب وصلنا لحل المناقشة. أولاً، بماذا أقسم الله وما معنى العصر؟ أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. وما معنى العصر؟ معناه الدهر. ثانياً، هل كل إنسان خاسر؟ وضح ذلك. إن من يبتعد من الحق ويتبع الشيطان هو إنسان خاسر. ثالثاً، من الذي لا يخسر؟ لا يخسر الإنسان المؤمن بالله والذي يقوم بأعمال الخير ويساعد الآخرين وينصحهم ويوصيهم باتباع الحق والصبر على الشدائد. ولهنا نكون خلصنا الدرس 12. أتمنى تكونون استفاديتوا طلاب. ألتقيكم في درس جديد إن شاء الله. مع السلامة.